عليكم يا أفضل المبرمجين في العالم. معاكم محمد فيصل. النهاردة في فيديو جديد هنشرح أساسيات البرمجة بلغة السي، وكنت حابب تطور من نفسك كمل الفيديو للنهاية. طيب النهاردة هنتكلم عن اللوبس، وهنتكلم برضو عن ليه بنستخدم اللوبس وأنواع اللوبس، ومعاهم إن شاء الله هنطبق على كام فكرة بسيطة كده توضح كل مفهوم فيهم. طيب هنتكلم إن إحنا ليه بنستخدم اللوبس. تخيل معايا كده مثلا إنك أنت عايز تطبع كلمة هيلو مثلا، وليكن عايز تطبعها 10 مرات، فانت تكتب كالعادي روتين كود، تكتب برنت اف هلو تكررها كم مرة؟ 10 مرات. طيب في مزايا برضو انك انت ممكن تستخدم اللوبس دي وتخليه هو اللي ينفذ التكرارات دي لوحده. طيب ازاي؟ قال لك يا سيدي عندك 3 انواع من اللوبس، عندك الفور لوب والوايل لوب والدو وايل لوب. طيب هنتكلم دلوقتي عن الفور ونعرف ازاي السنتكس بتاعه. قال لي يا سيدي اول حاجه بتعمل جزء الانيشاليزيشن، تاني جزء قالك انك انت هنا بتكتب الكونديشن، وهنا في الجزء التالت والاخير معايا ان انا بعمل انكريمنت او ديكريمنت. تمام ماشي. في الجزء ده مثلا خلي الداتا تايب بتاعت الاي انت مثلا خليه يبدا من 0، خليه يبدا مثلا من 1 طول ما الاي مش اكبر من او تساوي 10. زود لي اطبع لي كلمة هلو. تمام. طيب تعالوا هنا معانا شوف النتيجة. ده كده طبع لي كلمة هلو زي ما انا قلت له 10 مرات، توفر عليا بمثابة 10 سطور ان انا اطبعها هلو 10 مرات. تمام. طيب انا لو عايز اطبعها مثلا 100 مرة فهعدل في الكونديشن. احنا قلنا هنا في الجزء نسميه جزء الكونديشن. نيجي نحلل الكود ده تاني. اول حاجة عملت variable من نوع integer سميته اي. الاي دي خليته يبدأ الستارت بمثابة الستارت بتاعي. انا عايز الفاريبل ده يبدأ من انهي رقم؟ طب انا مثلا عايز والله يبدأ من رقم 5. بس تعالوا هنا صحيح نطبع الاي علشان نعرف هو بدأ منين وانتهى لحد فين. تمام اهو كده هو انتهى معايا لحد رقم 100. تعالوا بدأ معايا من رقم كام؟ رقم 5. زي ما انا قلت له والله يا سيدي انا عايزك تبدأ من رقم 5، وطول ما الاي ما حققتش شرط انها تكون اقل من او تساوي 100 زود لي اطبع لي كلمة هلو ويزود لي الاي كل مرة بواحد. طيب ازاي الكلام ده اتعمل؟ هفهمك. انت بدأت الكونديشن او الشرط بانه يبدأ من الستارت رقم 5. هل ال5 دي اقل من 100؟ يطبع لي كلمة هلو. تمام. وينزل سطر جديد كده. بعد ما عمل انكريمنت عمل زيادة، بقت ال5 دي كام؟ مكانها كام؟ مكانها 6. وبالتالي فضل يحقق الشرط ده ويفضل يدور في حلقة تكرارية لحد ما الكونديشن بتاعي اتحقق انه ساوى 100. الاي بقيت 100، فبالتالي خرج من اللوب. تمام. تعالوا كده
نطبع الأعداد الزوجية مثلا من 1 ل100. هنا في الفور بدأت الستارت بتاعي من 1 وقلت له طول ما هو الاي ما كانتش أكبر من 100 أنا عايزها لا إما 100 لا إما أقل من 100. بس هنا طول ما أنا حاطط يساوي يبقى الاند بتاعتي 100. هنا جيت في الاي قلت له اي بلس ايكوال تو، دي شورت كات زي ما قلناها قبل كده ان انا كل مره بزود على الاي 2. انا حددت تحديد كده ان كل الاي مثلا بدات مثلا بزيرو، هتتبع ايه الاي في البرنت. تمام، هيلف كده الاي بكام لما عمل زياده ب2. هل الكونديشن اتحقق؟ الاي سوت ال100 رقم 100 لا، هيطبع كلمة 2 رقم 2. بعد كده هيزود على الاي دي 2 كده الاي بقت ب4 وهكذا لحد ما الكونديشن بتاعي ان الاي تساوي 100. تمام، تعالوا كده ندوس ران. طبعا لكل الأعداد الزوجية 2 4 6 8 10 12 14. تمام، كلام جميل جدا. هنا قللنا الكونديشن بس عشان يعرف الناس تلاحظوا بدأ معايا ايه بزيرو. في اللفة التانية الشرط ما اتحققش خليت ان هو يزود الاي ب2 برضه بعديها الشرط ما اتحققش زود الاي ب4 وهكذا لحد ما الشرط اتحقق بعديها خرج من اللوب. تعالوا كده خلصنا كده من جزئية التاسك ده. تعالوا نعمل تاسك ان يستخدم داخل رقم وبناء عن الرقم ده اليوزر اللي هيدخله نعمل على الرقم ده جدول الضرب بتاعه. تمام، تعالوا نشوف ازاي هنعملها. اول حاجه نعمل متغير نسميه نم وهعمل رساله ظريفه كده printf للمستخدم انه ايه enter number. scan if اقول له set دي وهي عنوان المتغير اللي اسمه نم. نعمل for group for I تساوي 0 طول I أصغر من أو تساوي مثلا 10 I بلس مثلا. باجي هنا أقول له هيعمل إيه في اللوب. خليه بس إن هو يطبع لي printf. خليكم مركزين معايا في الجزئية دي. لأن أنا هقول له percent ال دي مضروب مثلا هنعمل علامة النجمة مثلا percent دي equal percent دي. طيب هندي المتغيرات دي ايه؟ أول حاجة نديله الاي
هنديله الجزء التاني اللي هو النم، والجزء التالت نضرب الاي في النم. تمام. تعالوا كده نشوف ايه نتيجة الكود. يقولي انتر ا نمبر، قلت له والله 6. تعالوا هنا نعمل باك سلاش ان. هنا عمل لي جدول الضرب بتاع رقم 6 بناء على ايه؟ هو رقم 6 اللي هو اليوزر اللي دخله. عمل لي اول حاجه طبع لي ايه؟ الاي. هنا قسمناها علشان يطلع بالشكل ده. قسمناها لايه؟ ل4 اجزاء. اول جزء ان انا طبعت له الاي بادئ معايا من كام؟ من 0 وهينتهي لكام؟ ل10. فطبع لي من 0 ل10. قلت له والله يحط لي ما بينهم علامه الضرب. طبع لي والله زي المحترم كده، طبع لي علامه الضرب في الصف كله. طيب الجزء التالت ان هو طبع لي ايه؟ النم اللي هو ايه؟ المستخدم، الرقم اللي المستخدم دخله. طبعها لي في كل الصفوف. طبع لي 6 في اول صف، تاني صف، لحد ما وصل لنهاية الكونديشن. فعملت الايكوال، نزل لي الايكوال كما هي في كل الصفوف برضه. طيب الجزء التالت اللي كنت اقصده ان هو ضرب لي الاي في النم اللي هي 6. هي اول حاجة الاي كانت بكام؟ ب0. 0 في 6 اي حاجة في 0 بس 0. تمام. بعد كده الاي زاد بقت ب1. 1 6 ب6. كرر العملية دي بناء على الاي كل مرة ما بتزيد بيضربها في ايه؟ في الرقم 6 وبيطلع لي ايه؟ نتيجة ضربه. كلام جميل جدا. تعالوا مثلا نعمل كده الضرب ده، نعيده كمان مرة. بيقول لي انتر ا نمبر مثلا. قلت له والله يا سيدي انا عايز جدول 12. طبع لي جدول 12 في اقل من عدد ثواني. زي ما انتم شايفين كده طبع لي من اول 0 لحد 10 في 12. هو السنتكس واحد مع اختلاف اليوزر هيدخل رقم كام. هو كل حاجة ثابتة، يعني أنا مغيرتش كود علشان يظهر لي رقم جدول الضرب بتاع رقم 6. ما غيرتش كود عشان يظهر لي جدول ضرب رقم 12. هو الكود واحد مع اختلاف الانبوت اللي اليوزر هيدخله. قلت له والله أنا عايز جدول 5. طبعا لي جدول 5. طيب معلش أنا مش عايز ال5 دي، أنا عايزها تظهر في البداية. وهو بناء على اللي انت كتبته. أول حاجة أنا قلت له أنا عايز تطبع لي الأي كلها. بعد كده الرقم اللي اليوزر هيدخله. بعد كده مجموع ضربهم. تمام، كويس جدا. طيب من النوع التاني في اللوب هو عندي الوايل دي بنستخدمها لما نكون عارفين هنكرر الشرط أو الكونديشن ده كم مرة. طيب نعرف السنتكس بتاعه ازاي. أول حاجة تكتب وايل، بس نعمله في علامة كومنت. تكتب الوايل مع الكونديشن
والبراكت اللي داخله الكود. تمام. طيب تعالوا نعمل برنامج يطبع من أول 10 ويبدأ ينقص بمقدار 1 بحيث إن هو يبقى 10 9 8 7 لحد ما يوصل ل1. تمام. أول حاجة نعمل متغير نسميه I ونديله قيمة 1. هقول y طول ما ال i مش بتساوي 1، طول ما ال i أصغر من أو تساوي 1 يطبع لي ال i %t والمتغير اللي اسمه y. طيب لو جينا رضينا الكود بالشكل ده هيعمل انفينيتي لوب، لأن ال i هتفضل ب10 وطبعا ال10 أكبر من ال1. طيب مفيش شرط زيادة أو شرط إن هو ينقص، فهيفضل الكونديشن بتاعه هيفضل بترو وهيفضل يعمل انفينيتي لوب. طيب احنا زي ما قلنا تبقى هننقص من ال i بمقدار 1 فهنعمل i ماينس ماينس. تمام. نيجي نران كده، متنساش بس باك سلاش n. كده أفضل. بدأ معايا من 10 9 لحد ما أوصل ل1. طيب تعالوا كده نشيل ال i ماينس ماينس. تعالوا كده نشوف هيعمل معايا دخل في انفينيتي لوب، هيفضل يتبع ال10 لأن قيمة ال i مش هتتغير، هتفضل كل مرة هي ب10. تمام. تمام. تعالوا نعمل تاسك كمان ان اليوزر يفضل يدخل ارقام، ولما يوصل مثلا ان هو يدخل رقم 0 يتجمع كل الارقام اللي دخلها. تمام. تمام. تعالوا كده نشوف هتتعمل ازاي. اول حاجه انا هعمل متغير نوع تيجر نسميه sum و نوع. تمام. تمام. هعمل جملة طباعة كده تبقى number اقول له مثلا if enter 0 هيخرج من البرنامج. تمام. تمام. هسكان على المتغير اللي اسمه num %d وعنوان المتغير اللي اسمه num. تمام. الوايل لوب وايل او الوايل طول ما النم not equal 0 طول ما هي ما بتساويش 0. احنا قلنا لما المستخدم هيدخل لو دخل 0 هيخرج من من اللوب، فهنا ساعتها الكونديشن بتاعها هيبقى يتحقق باستمرارية ان هو يتحقق ان هو ما بيساويش 0. يعني طول ما هو مش بيساوي 0 هيبدأ يكمل في اللوب. طب اللوب اللي عندي؟ هيسكان على المتغير برضو، يعني انا كل مرة هطلب منه ان هو يدخل
input للمتغير اللي اسمه num. تمام، percent d و and num. تمام، بعد كده هيبدأ يجمع في المتغير اللي اسمه ايه، بسميه sum. طيب هيجمعهم ازاي؟ هقول له والله sum plus equal النم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني السم هتساوي مجموع الارقام اللي هيدخلها ايه المستخدم. طب ايه عدد الارقام؟ والله معرفش. هو في حالة ان هو لما يضغط زيرو، سواء دخل 4 ارقام 5 ارقام، كل رقم هيسكان هيجمعه في المتغير اللي اسمه ايه، sum. تمام. في النهاية اقول له print the sum total is percent d، والمتغير اللي شايل كل مجموع الارقام اللي اسمه ايه sum. تمام. تعالوا كده ايه ران الكود. طيب بيقول لي ايه enter add number، مثلا قلت له 5 وال9 والواحد. جيت في النهاية قلت له 0. بيقول لي sum total is 10، مجموع الارقام 5 9 والواحد. كده المفروض 15 مش 10. طيب نيجي نخلي السطر ده فوق الاسكان، هو بحيث يعمل جمع المتغير او الفاليو اللي دخلها المستخدم، بعد كده يسكان من الاول. تعالوا نروح كده من جديد ونشوف ايه تصل. بيقول لي enter add number، بس قلت له 5 9 1. جيت في النهاية قلت له 0. طب علي ايه 15، ان في الاول دخلت 5 جمعها بعد كده سكان، جمع ال9 بعد كده سكان، مش العكس. تمام. نيجي لو كده كمان قلت له مثلا 4 انتر، مثلا 8 انتر، مثلا 7 و5. جيت في النهاية قلت له 0، قال لي the sum total is 24. طيب تعالوا كده نشيل التاسك ده. تعالوا نعمل برنامج كمان ويكون التاسك ده مبني على ان طول ما اليوزر مثلا بيدخل العمر بتاعه بالسالب، يبدأ يطلب منه العمر من جديد، يعني ما يقولش ان عمره بالموجب. طيب لو دخل عمره بالموجب، الكونديشن يخرج ويطبع ايه العمر بتاعه. تعالوا كده نعمل متغير للإيدج مثلا. جيت قلت له printf how old are you. هعمل scan if %d وعنوان المتغير اسمه age، واجي اعمل while loop. اقول له طول ما الage اصغر من او يساوي 0 بعده commit please enter age again. تمام. بعد كده برضو هسكان منه تاني %d وعنوان الإيدج.
تمام. بعد كده في النهاية لما يخرج من اللوب يطبع لي your age is percent d والage. تمام. نيجي run. جه في البداية يسألني عن العمر، قلت له والله مثلا -5. يقول لي بليز انتر اجين، مثلا قلت له -2. انتر اجين 0. انتر اجين، مثلا دخلت رقم 16. طبع لي ايه؟ your age is 16 سنة. طبع لي ان العمر 16 سنة. كلام جميل جدا. تمام. تعالوا نعمل كومنت للتاسك ده علشان هنرجع له بعدين. طيب تعالوا نعمل برنامج نفس نوعية التاسك ده، بس بدل ما يدخل الايدج بيدخل الاسم. تمام. طيب في حالة ان الاسم ما دخلش اليوزر الاسم صحيح، او ما تخطى مرحلة الاسم، هيبدأ يعيد نفس الكلام اللي عملناه في الايدج، بحيث لما يدخل الاسم صحيح او يدخل حقيقي value physical value، يبدأ يطبع له الكلام ده كله ويخرج من اللوب. طيب تعالوا نعمل تغيير نوع تشار، نسميه نيم، كيلو سايز 30 مثلا. جيت عملت جملة طباعة بسيطة، قلت له what is your name. طبعا عشان نستقبل الاسم هنستخدم if gets function new اسم الفاريبل نيم والسايز اللي هو 30 و std. تمام. تمام. نيجي نعمل تغيير square bracket follow str len. طيب علشان نقدر نستدعي الفانكشن دي فاستدعينا اللايبراري اللي اسمها ايه string.h. نعمل براكت كده name -1 يساوي square bracket \0 اسم كله. نخش على مرحلة الوايل لوب. وايل طول ما str len وهو الفاريبل نيم كان يساوي 0، أطبع له جملة إن هو مدخلش اسمه. أقول له مثلا إيه you didn't باكس سيميكول، واجي علشان اخليه ياخد الكلام ده كله، هنعمل كوبي بيست الكود ده علشان يستقبل منه الاسم مرة تانية. طيب في النهاية هطبع له ايه printf، اقول له hello و %s واديله متغير اللي هو اسمه نيم. تمام. دوس run. هيقول لي ايه what is your name، قلت له محمد. هيقول لي hello محمد ويخرج من ايه من اللوب. طيب في حالة ان انا حاولت اني اتخطى الاسم what is your name، قلت له
مش هدخل اسم حاليا، انا هدوس انتر. بس هنا لازم نعمل باك سلاش ان. سألني عن الاسم، قلت له انتر، يقول لي you didn't enter your name. بعد كده سألني الاسم مرة تانية، طيب ما دخلتش الاسم، هيفضل يكرر. في حالة طول ما مش هدخل الاسم، طيب جيت في النهاية زهقت، قلت له محمد فيصل، طبعا لي كلمة اللي هو محمد فيصل كده تمام. طيب نحوش الدبل كوتيشن ده ونشوف ايه اللي هيحصل لو جينا نرن الكود كله. يقول لي how old are you، قلت له مثلا 0، يقول لي please enter again -12، please enter again. جيت قلت له في النهاية 19. مثلا سلاش ان، جيت قلت له مثلا 19، يقول لي your age is 19. طيب عايزين ناخد السطر ده نحطه ايه تحت الاسم في حالة ان الشرطين اتحققوا. طيب نشيل السطر ده علشان نظبط ايه الكودين سوا، وناخد السطر ده نحطه هنا ونشيله من المكان ده. نعمل فورمات كده تمام. رن. اول حاجه يطلب لي ايه العمر بتاعي، قلت له والله انا مش هرخم عليك واديك العمر بتاعي بسرعه وهو 19. ماشي. هيطلب مني ان انا ادخل الاسم، قلت له والله محمد فيصل. هيقول لي هلو محمد فيصل you are age 19 سنه مثلا. نعمل هنا في النهايه باك سلاش ان. تمام. نحوش السطر ده، نيجي نعمل كده نجرب التاسك كله. طيب جيت قلت له -19 0 برضه مش هيحقق غير لما يكون رقم موجود. طيب قلت له 19، سألني عن اسمي، تخطيت المرحلة، تخطيت هيفضل يسألني عن اسمي لحد ما احقق له الشرط بتاعه محمد فيصل. جيت دوست بعد ما دخلت الفاليو القيمة بتاعت الاسم، طبعا لي اللي هو محمد فيصل والعمر بتاعي 19 سنة. كلام جميل جدا. ممكن نعمل برنت بحيث انها تظبط ايه الشكل كده تمام. ندخل بقى على الايه دو وايل. ننتقل للجزء الثالث معانا وهو الدو وايل. الدو وايل هو نوع من انواع اللوب بنستخدمها في تنفيذ كتلة او مجموعة من الاوامر مرة واحدة على الاقل يعني، وتستمر طول ما الشرط المعين بتاعي كان بترو. طيب انت قلت لي تعريف الوايل وقلت لي تعريف الدو وايل، ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق ما بين الوايل والدو وايل ان الدو وايل بتنفذ الكود كامل اولا ثم بتتحقق من الشرط. طيب الوايل بتحقق من الشرط اولا، ده الفرق الاساسي ما بينهم. طيب ايه السنتكس بتاع الدو وايل؟ قال لك يا سيدي ان السنتكس بتاع الدو وايل انك بتكتب الدو كلمه دو تفتح كيرلي براكت
بتكتب الاكواد اللي عايز تنفذها الاول، بعد كده خارج البراكت بتاع الدو تكتب وايل والكونديشن بتاعي. تمام. طيب تعالوا كده ناخد تاسك بسيطة عشان نفهم الامور اكتر. ايه رأيك لو نعمل فكرة كالكوليتور بالدو وايل؟ طيب فكرتها ازاي؟ نعمل منيو كده بحيث ان المستخدم يختار البروسيس العملية اللي عايز يعملها على الرقمين مثلا، وبناء على الليستة اللي معايا دي اللي فيها العمليات يبدأ يختار هو عايز ايه والرقمين اللي هو عايز يعمل عليهم البروسيس دي. طيب تعالوا كده نعمل متغير النوع integer نسميه choose و to variable، بحيث ان المستخدم لما يدخل الفاليو بتاعته يتخزن في الفاريبل دي من نوع مثلا دبل، نسميه مثلا A و B. تمام. ماشي. نعمل جزء الدو، نعمل كيرلي براكت ونكتب الحاجات اللي هتظهر معانا الاول. زي الحاجات دي، زي البروسيس العمليات اللي هتكون في الكالكوليتر. زي ايه؟ زي عملية الجمع، عملية الطرح، القسمة والضرب. تمام. اوكي تعالوا نعمل كده الكلام ده، بس في البداية تعالوا نعمل جملة كده طباعة ظريفة تعرفوا تقول له ايه. welcome to calculator. و backslash n. في البداية هنحتاج نعمل بس جمل طباعة كتير. مثلا أول عملية معايا مثلا هي الاديشن مثلا. نظهر برضو العلامة بتاعتي و backslash n print if وتاني عملية هي المالتيباي و backslash. تالت عملية وهي subtraction و backslash n و semicolon. printf. رابع عملية هي الديفيجن و backslash n. طيب تعالوا نعمل كده بحيث ان هو لو مثلا دخل رقم 5 يخرج من الكالكوليتر. طيب ولازم نعرفه ان هو لازم يختار عملية من البروسيس دي. فاقول له select the process. بعد كده نسكان، هو هيختار يعني اختيار اللي هو المتغير اسمه choose. هسكان على choose scan if %d وهي علامة الأند واسم النيم فاريبل اللي هو choose. طيب كده اختار اختيار. هل أنا أعرف إن اختياراته دي موجودة في القائمة بتاعتي؟
لا، فساعتها لازم اعمل كونديشن علشان يعرف لو اختيار مثلا مش موجود معايا، يعرف مثلا ان الاختيار ده غلط. هقول له if لو choose اكبر من او يساوي 1 and choose اصغر من او يساوي 4. طيب في الحالة دي في السطر ده هو خد منه اي عملية هو عايز يستخدمها، سواء كانت عملية الجمع، الضرب او الطرح او القسمة. طيب في العملية دي مثلا لو اختيار الاول، هل الاختيار الاول الكونديشن صحيح فيه، يعني هيعدي من الكونديشن ده؟ طيب لو عدى من الكونديشن هيتبع له رسالة ظريفة كده printf. اقول له ايه enter the number. بعد كده هسكان على المتغير اسمه ايه اللي انا سميته فوق %lf والعنوان variable اسمه ايه. تمام. بعد كده هعمل له جملة طباعة تاني علشان تعرفوا ان هو يدخل الرقم تاني. هقول له enter the number، وهيجي على scan على الفاريبل اللي اسمه بي. في حد هيجي يقول لي انت ممكن تعمل سكان على 2 فاريبل مع بعض؟ هقول له انا عارف ممكن اعمل، بس انا عشان اوضح لليوزر ان هنا هيدخل الرقم الاول وهنا هيدخل الرقم التاني. تمام. طيب هنا عرضت جزء المنيو، العمليات بتاعتي اللي موجودة في الكالكوليتر، وهنا حددت او عملت شرط بحيث ان اليوزر ما يدخلش رقم بره من ارقام المنيو دي. طيب تعالوا نعمل سويتش دي هعملها علشان اعمل كنترول على الكود بتاعي. طيب انا ممكن اعمل كنترول باف زي الاف else if كده، فانا هعملها بالسويتش. فانا هعملها معاكم بالسويتش دلوقتي. هكتب كلمة سويتش وعلى المتغير اللي اسمه choose طيب سويتش دي بتتكون من كيسز. الكيس الاولاني يعني مثلا المستخدم مثلا اختار البروسيس رقم 3 اللي هي subtraction مثلا. طيب هيمشي هنا في البداية، احنا لسه مكتبناش كود بس انا بشرح من قبل ما نكتب يعني. هيمشي مثلا في الكيس الرقم 1، هل اليوزر دخل رقم كام هنا؟ 3. هل مطابقة مع الكيس رقم 1؟ لا. مطابقة مع الكيس رقم 2؟ لا. مطابقة مع الكيس رقم 3؟ ايوه. فهي نظام كيسز. ماشي، تعالوا نعرفها او نكتبها ككود. نعمل كيس رقم الاولى رقم 1، اقول له اطبع لي print لو المستخدم اختار بروسيس رقم 1 اقول له the result. بعد كده هعمل %lf و a plus b. بعد كده هقول له break. ايه لازمة break دي؟ نكتب بس كده كام كيس تاني. كيس رقم 2 لو اليوزر اختاره في رقم 2 يطبع له
هنا نسينا ننسى حرف ال K. طيب يتبع له ايه لو اليوزر اختار اختيار رقم 2 موجود معايا في المنيو بروسيس؟ يتبع له كده the result و %lf و A مضروب في B. مننساش بريك. طيب تعالوا كده معايا اعرفكم ايه هي البريك دي. طيب انا دلوقتي لو اليوزر اختار الاختيار الاول هيخش في السويتش بتاعتي. السويتش بتاعتي مبنيه على كيسز. طيب الكيس الاولى بتاعت الجمع، زي ما اختار المستخدم ان هو عايز يجمع رقمين، تمام، نفذ دخل على الكيس رقم 1 لقاها هي تمام، فنفذ العمليات الحسابيه بتاعته، لقى السطر ده فارمل بالظبط زي ما بتكلم بقول فارمل، وقف ما كملش باقي الكود او ما كملش باقي الكيسز، تمام. بمجرد ان هو لقى الكيس اللي عايزها عمل العمليه الحسابيه بتاعته، لقى البريك دي، فخلص كل حاجه وخرج ايه منها من السويتش. طيب واحد هيجي يقول لي طيب لو اليوزر ما دخلش اي حاجه، يعني لو دخل رقم مش موجود في السويتش، ساعتها في حاجه في النهايه اسمها ديفولت دي بمعنى ان لو دخل رقم مش موجود ليه كيسز، تمام، افتراضا يعني ان احنا عندنا هنا 5 عمليات 4 عمليات معلش. طيب لو المستخدم دخل رقم عمليه رقم 50 مثلا، هيفضل يدور مش هيلاقي، ساعتها هيخش في الديفولت زي الالس كده. انا بقول له اف لو الكونديشن ده اتحقق اعمل لي تعليمات البرمجيه. طب لو ما اتحققش مفيش ليه، ادخل لي على الالس، تمام. هنفهمها دلوقتي لما نخلص من نهايه الكود. فهاجي على الكيس التالتة اقول له print the result %lf و A ناقص B، تمام. بريك كيس رقم 4. تعالوا كده عشان في تركاية كده بسيطة في الكيس رقم 4 في الاسم. طيب هل ينفع الاسم على الزيرو؟ لا، مينفعش ان انا اقسم على الزيرو. طيب تعالوا نعمل كونديشن هنا يقول والله لو انا قسمت على الزيرو يطبع لي ان هو ما ينفعش ان انا اقسم على رقم الزيرو. طيب لو ما كانش الرقم ده زيرو خلاص هينفذ البروسيس بتاعته طبيعي. طيب تعالوا كده نعمل ستيتمنت، تعالوا نعمل اف ستيتمنت كده تقول ان لو البي الفاريبل اللي هو بي لا يساوي زيرو print the result و %lf و A على B else print cannot divided by 0. طيب في الكيس رقم 5 هنقول له
بس هنا قبل ما نعمل اي حاجة ما ننساش البريك. في الكيس رقم 5 اقول له ايه print اقول له exit exiting calculator. طيب نيجي نقول له while choose not equal 5 نعمل سيميكولن. نعمل فورمات كده. في هنا خطأ، هنا لازم ناخد السطر ده خليه في نهاية الدو while choose not equal 5. تعالوا كده نعم ماشي. هنا بيقول لي اختار العملية وانا والله قلت له عملية رقم 1. بيقول لي enter a number قلت له 15 enter a number قلت له 30 ظهر لي the result 45. بس هنا في النهاية مفيش كنترول على الأصفار اللي بعد العلامة، فتعالوا زيرو بوينت زيرو دي باك سلاش ان. بوينت زيرو و باك سلاش ان بوينت زيرو و باك سلاش ان بوينت زيرو باك سلاش ان. تمام. تعالوا كده رن كود تاني. تبقوا اول عملية ماشي 50 و 20 قال لي the result 70. بعد كده فضل يعيد معايا الكالكوليتر. طيب ليه بيعيد معايا الكالكوليتر؟ لان انا بيقول لي هنا اوبشن لو عايز اخرج اني ادوس 5 كده. قال لي ايه الاكزيكتنج كالكوليتر. طيب استمرارية اللوب بتاعتي معتمدة ان انا ما دوستش رقم 5. طول ما انا ما دوستش رقم 5 اللوب بتاعتي هتفضل تتكرر، ورقم 5 ده هنا زي ما وضحت ان هنا الخروج. طيب في حالة ان انا عايز اخرج شايف ان الوايل او التشوز اتحققت انها ب5، فساعتها هيقف عن اللوب. تعالوا كده نجرب. قلت له والله مثلا انا عايز اعمل عملية اسمها، قلت له 8 على 0. قال لي cannot divided by 0، بس هنا كنا المفروض نعمل باك سلاش ان.
تعالى نختار نفس العملية. 4 5 على 0. قال لي ايه؟ cannot divided by 0 وعاد لي كل عمليات حسابية. طيب انا خلصت الكالكوليتور بتاعتي، ممكن اختار عملية رقم 2. قلت له والله 5 في 10. قال لي الريزلت 50. طيب انا خلصت كل العمليات بتاعتي وعايز اخرج. خلاص انا هختار الاوبشن رقم 5 ان انا اخرج. دوس انتر كده. قال لي ايه؟ exiting calculator. طيب كده خلصنا مشروع من اهم واقوى المشاريع في الدو وايل. اتمنى انك تطبق على الدروس والمشاريع اللي طبقناها النهارده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.